لكل عشاق الفسيخ والناس اللي بتحب الفسيخ جدا جدا زي كده، يلا تعالوا النهارده هنعمل فسيخ بطريقه سهله جدا وناجحه مليون المية. اول حاجه انا جبت فسيخ وقلبته كده، خليت راسه فوق وراسه تحت وديله فوق وشطفته تحت الحنفيه وحطيته في العلبه اللي انتوا شايفينها دي كده وميلتها، او ممكن تحطيه في ازازه، تقطعي يعني ازازه كده وتحطيه فيها كده يصفي كل الميه والدم اللي فيه. سبته حوالي من 4 ل5 ساعات، وبعد كده رحت جايبه مناديل وحطها في الخياشيم بتاعته، وحوالي قد ساعة كده لحد لما شربت كل المية والدم اللي فيها. بعد كده جبت 4 يعني بص حوالي 5 معالق ملح كبار، يعني بمعدل كل سمكية معلقة ملح. حطيت عليها معلقة شطة، وممكن تحطي كركم بس أنا ما حطيتش كركم. تمام. وبعد كده تروحي حشي الخياشيم. في حاجة كده نسيت أقول لكم عليها، بعد قبل ما نيجي نحشي الخياشيم نتك على ظهر السمكية زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام. لحد هنا بس، ما نجيش عند البطن عشان ما نفتحش البطن يعني وكده. هو بس يعني ايه لحد نص الظهر كده نتك كده، نحاول ان احنا نفصل العضميه بتاعت السمكيه عن اللحم. تمام. بعد كده بقى يلا نحشي الخياشيم زي ما انتم شايفين كده اهوت. كل واحده بنحط فيها حوالي معلقه ملح. تمام. بعد كده بقى بجيب شنطه واحط فيها السمك خلف خلاف زي ما انتم شايفين كده، وارش حبه ملح بشطه من اللي احنا عاملينهم، واروح حاطه ايه كده. لو انت عندك اكتر من كده تحطي ايه كل سمكتين خلف بعض. تروح بعد كده تروحي حاطه حبه زيت، وتروحي قافله السمكه الشنطه كويس قوي ومفضيه منها كل الهواء اللي فيها. بعد كده هنحط بقى شنطه جوه شنطه جوه شنطه جوه شنطه، واخر شنطه دي تكون غامقه يعني تكون سمراء. تمام. ونروح حاطينه بعد كده في باب التلاجة ولحد اقل حاجه اسبوع، اكتر حاجه 10 ايام. تمام. يعني ممكن تفتحي عليه بعد اسبوع، اكتر حاجه 10 ايام. بعد اسبوع انا فتحت عليه بعد 8 ايام بالظبط. عايزه اقول لكم كان هتشوفوا دلوقتي النتيجه في منتهى 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 الجمال. اول مره في حياتي انا كنت بخاف اخلله او املحه، بس اتشجعت المره قلت انا هعمل يعني هتشجع كده واعمل كيلو واحد بس. تمام. تعالوا بقى نشوف النتيجه. قمر 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 قمر. تعالوا بصوا الجمال والحلاوه وعايزه اقول لكم ريحته مش ريحه فسيخ زي اللي احنا بنشتريه من بره خالص. هو ريحته يعني بصوا مش يعني مش وحشه زي اللي احنا بنجيبه من بره ده ابدا، بس هو يعني هو ريحته سيكه بسيطه كده من الريحه المعفنه اللي احنا بنجيبها سوري يعني على الرؤوس معفنه دي. بس هو بيبقى فعلا بتبقى ريحته وحشه، بس شكله وطعمه خطير زي الزبده. اتمنى الفيديو يعجبكم.